بصوا يا حبايبي الجبنه بتاعتنا مطموط ازاي. وعلى فكره لو مش عايزين تستخدموها يا حبايبي دلوقتي حطوها في علبه. حبايبي الحلوين السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل حاجه بسيطه مع بعض. هنعمل صوص الجبنه مع بعض اللي هو بنحطه على البيتزا وعلى المكرونات ونعمل بيه سندوتشات كمان. بس عايزين الجبنه بتاعتنا تمط يا حبايبي. احنا زي ما بنشوف الجبنه نجيب الشيدر، نجيب الموزاريلا، نجيب اي نوع من انواع الجبنه نعملها في البيت اللي هي بالخل ديت. بس ما بتمطش معانا المطه اللي هي بنشوفها ديت على التليفون على اليوتيوب او على التلفزيون والحاجات ديت اللي هي بتمط خالص. تعمل المطه اللي هي ايه، المطه الجميله دي بتاعت البيتزا الجاهزه اللي بنجيبها بتاعت المحلات الكبيره والمطاعم الكبيره كمان ديت. احنا عايزين يا حبايبي النهارده نعمل الجبنه ديت، نعملها صوص جبنه. مش جبنه نرشها رش كده الموزاريلا زي ما بنرشها، لا احنا هنعمل الصوص النهارده مع بعض بطريقه سهله وبسيطه خالص ومش هتاخد معانا ثواني، ونعمل احلى سندوتشات واحلى بيتزا بصوص الجبنه ان شاء الله. تعالوا يا حبايبي نشوف المكونات ايه مع بعضين. حاجه سهله خالص وبسيطه. معلقه سمنه كبيره خالص اهي ما شاء الله، بسم الله. وهضيف كمان عليها مقدار معلقتين زيت. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. اتاكد بس ان السمنه ساحت معايا كده. لازم السمنه تدوب خالص يا حبايبي كده، وبعدين انزل عليها بالدقيق اكننا بنعمل البشاميل بتاع المكرونات عادي. بسم الله. هضيف دلوقتي يا حبايبي 4 معالق دقيق العادي خالص اللي احنا بنستخدمه في المعجنات. بسم الله. 1 2 3 كده 4 معالق. هبدأ احمر الدقيق كده اهو لغايه ما ياخد لون كده معايا، يخش في درجه السوى الدقيق يا حبايبي كده. بسم الله. لو حابين تزودوا الكميه بتاعت الدقيق برضه زودوها، عايزين تقللوا عن كده معلقتين بس ماشي مفيش مشكله يعني. حابين تعملوا كميه الجبنه قليله يعني. لون الدقيق غير معايا يا حبايبي اهو. معايا هنا نص كوبايه ميه. بسم الله. هبدا اضيفه هنا على الدقيق. ما اشيلش ايدي منه يا حبايبي، مش عايزاه يكلكع بقى ايه زي البشاميل كده بالظبط. هنا ههدي النار. مش عايزينه يكتل ولا يعمل كراكيع. معايا يا حبايبي كوبايه لبن حليب اهي. ده غلياه وبارد من طالع من الثلاجه يعني، مش سخن ولا حاجه، بس المهم يكون مغلي. بسم الله. خطوات سهله وبسيطه يا حبايبي، ما فيهاش اي تعب ولا اي مجهود. هحاول يا حبايبي افك الصوص بتاعنا كده كويس. هرش يا حبايبي رشه ملح خفيفه عشان تطعم الجبنه معانا، صوص الجبنه يبقى ليه طعم كده حلو معانا. وكمان يا حبايبي حاسه ان هو تقل معايا شويه، فهضيف حبه ميه مفيش مشاكل. حابه تضيفي لبن ضيفي، حبه ميه ضيفي مفيش مشاكل، عشان انا عايزه القوام بتاعه يبقى خفيف كده عشان لما يمط ياخد المطه الحلوه بتاعته دي يعني. ما نخليهوش سميك خالص كده لا. ضيفي حبه لبن ضيفي حبه ميه مفيش اي مشكله. بالشكل ده يا حبايبي اهو كده. دلوقتي عندي جبنه موزاريلا يا حبايبي اللي هي الجبنه المبشوره ديت، هنزل بيها على الصوص بتاعنا اللي عملناه دوت. بسم الله. بالشكل ده كده. المهم يا حبايبي الجبنه بتاعتنا تكون هي اللي بتمط، نوعيه الجبنه اللي بتمط ديت.
بدأت تمط معايا اهي. اول ما تفك الجبنه يا حبايبي من السيح هتاخد المطه بتاعتها. يا حبايبي ده الشكل النهائي للجبنه بتاعتنا اهي. احنا مش لازم نفكها خالص، هي هتفك مع نفسها على البيتزا او في السندوتشات لما نحطها في السندوتشات يا حبايبي. ما شاء الله هي. وكميه كبيره خالص بكميه جبنه صغيره خالص، يعني كانت معايا كميه جبنه صغيره ما شاء الله، عملت بيها الصوص بتاع الجبنه ده ما شاء الله كميه كبيره خالص. وكل ما تقعد اكتر كل ما تمط اكتر الجبنه بتاعتنا. بس ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل جديد. بصوا يا حبايبي الجبنه بتاعتنا مطموط ازاي، وعلى فكره لو مش عايزين تستخدموها يا حبايبي دلوقتي حطوها في علبه